بسم الله الرحمن الرحیم. امروز توفیق شد اليوم وفقنا الله لزيارة المرقد الطاهر للعلوية شريفة بنت الإمام الحسن، ولا بد من الإشارة إلى الاعتقاد والعقيدة الصالحة لأبناء الشعب العراقي بكرامات هذه السيدة الطاهرة، والتي بانت كرامتها للجميع، والتي أتمنى أن تصل هذه البركات إلى كافة الزائرين. يقول كما اطلعنا أن بناء القبة لهذا المرقد قد تمت في العام 1971. نتمنى أن يتجدد البناء وأن تكون هناك قبة تناطح السحاب وتكون موضع جمالية للزائرين الكرام. يقول أيضا أتمنى لأبناء إيران زيارة العراق وزيارة هذا المكان الطاهر، خصوصا الإيرانيين الذين لهم علاقة خاصة مع أهل البيت عليهم السلام منذ نعومة أظافرهم، مثل علاقتهم مع رقية بنت الإمام الحسين في سوريا. وإذا تحقق مشروع تعاون ما بين الأخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمسؤولين العراقيين، فالإيرانيين سيسارعون لزيارة العراق والعتبات المقدسة من طرفي أنا ومن طرف السيد عبد الإلهي معاون بلدية طهران والسيد قل محمدي وبقية الأخوة في هذا الوفد. شكرنا وتقديرنا إلى الأخوة القائمين على العمل في مرقد العلوية، على الأخوة العاملين في مرقد العلوية شريفة. سید محمد هادی عیاضی، معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران.